دفع مودرن سبورت الإسماعيلي إلى طريق اللا عودة بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة لمجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي مودرن سبورت للنقطة 30، وبقى أصحاب الأرض في المؤخرة بعدد 14 نقطة. أدار اللقاء أمين عمر، وعاونه محمد الزناري ومحمود بدران، ورابعا إبراهيم محجوب حكما للفيديو، علاء صبري وكريم زكي. وطرد الحكم أمين عمر خالد النبريسي وأنظر عبد الكريم مصطفى وإبراهيم عبد العال من الإسماعيلي، كما أنظر حمدي مارسيلو والحارس مصطفى مخلوف من نادي مودرن سبورت، بالإضافة إلى أرنولد إيبا. وجاءت المباراة متوسطة المستوى، شهدت تفوق ميداني للضيف على حساب أصحاب الأرض الذين ظهروا بمستوى متواضع نتيجة نقص خبراتهم واستسلامهم للهزيمة، رغم المؤازرة الجماهيرية الفعالة التي خرجت عقب انتهاء اللقاء حزينة بسبب الانهيار الكروي لقلعة الدراويش. ولعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من عبد الله جمال في حراسة المرمى، وعبد الكريم مصطفى، ومحمد عمار، وعبد الله محمد، وإبراهيم النجعاوي في خط الدفاع، ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع، ومحمد خطاري، ونادر فرج في خط الوسط. أما في خط الهجوم خالد النبريسي وأنور عبد السلام. وبدأ اللقاء بهجوم متبادل بين أصحاب الأرض والضيوف للبحث عن التهديف المبكر، ونجح حارس المرمى للفريقين عبد الله جمال ومصطفى مخلوف في التصدي للكرات الطولية والعرضية التي وصلت لهما بثبات. وفي الدقيقة 14 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لنادي مودرن سبورت جهة اليمين، نفذها محمد هلال بتمريرة طولية تجد رأس محمد عمار مدافع الإسماعيلي وضعها داخل شباك فريقه، محرز هدف لصالح الضيف بنيران صديقة وسط دهشة الجماهير المحتشدة في المدرجات. ويسعى أصحاب الأرض لإدراك التعادل وتلوح لهم فرص للتهديف أخطرها عن طريق نادر فرج وأنور عبد السلام ومحمد عمار ومحمد خطاري ومحمد عبد السميع، تم إفسادها بواسطة مدافعي مودرن سبورت وحارسهم اليقظ مصطفى مخلوف. ويحتسب الحكم 4 دقايق وقت بدل من الضايع. لم تشهد جديد سوى صدام عنيف بين مصطفى مخلوف حارس مودرن سبورت ومحمد خطاري لاعب وسط الإسماعيلي، ينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الضيف على أصحاب الأرض بهدف نظيف. ومع انطلاقة أحداث الشوط الثاني يجري خالد جلال المدير الفني الإسماعيلي تبديل بدخول محمد سمير كونتا وخروج محمد عبد السميع، يقابله إشراك أحمد سامي المدير الفني لمودرن سبورت غانم محمد مكان رضا المتولي. وتناقل لاعبو الفريقين الكرة هجمة هنا وأخرى هناك. وفي الدقيقة 57 يلجأ الحكم لتقنية الفار ويطرد بعدها خالد النبريسي مهاجم الإسماعيلي للتهور مع الخصم، ويشارك إبراهيم عبد العال وعمر القط بدلا من محمد حسن وأنور عبد السلام في صفوف الدراويش. ويقابله المدير الفني أحمد سامي بدخول علي زعزع مكان أحمد يوسف في صفوف مودرن سبورت. ووقع أصحاب الأرض تحت تأثير الشد العصبي بسبب غضب الجماهير، ويدخل محمد مسعد وعماد حمدي مكان محمد هلال ومحمد صبري لدى الضيف الذي كاد يسجل الهدف الثاني لولا تعاطف قائم أصحاب الأرض عليه مع محمد عمار. ويشارك في جيري إيكينا بيري بدلا من عماد حمدي في آخر تغيير للمنافس
قبل دخول علي الملواني مكان إبراهيم النجعاوي لدى الدراويش، ويحتسب الحكم 7 دقايق وقت بدل ضايع في بدايتها. سجل أرنولد إيبا هدف الضيف الثاني، وتشتعل أعصاب الجماهير في المدرجات وتهتف ضد اللاعبين، وتنتهي المباراة بفوز غالي وثمين لمودرن سبورت على حساب الإسماعيلي بهدفين نظيفين. وعقب اللقاء تسلم النيجيري جودوين شيكا مهاجم مودرن سبورت درع رجل المباراة بعد تألقه في اللقاء.